النهاردة هنكمل بقية الضوابط الخاصة بمعيار ايزو 27001 معيار إدارة أمن المعلومات. واتكلمنا إن معيار ايزو 27001 بيتكون من 10 بنود أساسية بالإضافة للملحق ألف، والملحق ألف بيتكون من 93 ضابط أمني مقسم على 4 مجموعات: مجموعة ضوابط تنظيمية، مجموعة ضوابط خاصة بالأفراد، مجموعة ضوابط مادية، ومجموعة ضوابط تكنولوجية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الضوابط التنظيمية وعددها 37 ضابط، وأرسينا مبادئ أو وضعنا مبادئ للتعامل مع ال 93 ضابط أمني، بحيث إن احنا نقسم الضوابط لضوابط كاشفة وضوابط مانعة وضوابط مصححة. واتكلمنا المرة اللي فاتت على الضوابط التنظيمية. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية المعيار، وهنتكلم على الضوابط الخاصة بالأفراد. وبكل بساطة المعيار بيقول لنا إن أنتوا كشركات ممكن تقعوا في مخاطر ليها علاقة بالتنظيم، لذلك احنا وضعنا أسس تنظيمية متعلقة بالضوابط التنظيمية وعددها 37، وهتقعوا في مخاطر ليها علاقة بالأفراد. فاحنا أرسينا مبادئ وقواعد ليها علاقة بالأفراد، بحيث إن انتوا ما تقعوش في مشاكل أو مخاطر ليها علاقة بالأفراد، وعددها 8. وكمان المعيار بيقول لنا إن انتوا هتقعوا في مخاطر ليها علاقة بالمادية، فأرسينا ووضعنا قواعد وضوابط مادية وعددها 14 ضابط. بالاضافه لكده ان المعيار بيقول لنا ان انتوا هتقعوا في مخاطر ليها علاقه بالتكنولوجيا، فوضعنا ضوابط تكنولوجيه وعددها 34 ضابط امني. النهارده ان شاء الله هنكمل بقيه الضوابط، واول حاجه معانا الضوابط الخاصه بالافراد وعددها 8. يبقى الضوابط الخاصه بالافراد عددها 8، واول ضابط معانا الضابط رقم 61، بند التحري. وبند التحري يعتبر ضابط كاشف. ليه ضابط كاشف؟ لان دلوقتي لو انا كشركة طالبة مرشحين لوظيفة ما داخل الشركة، اول حاجة بعملها على الموظفين ان انا بعمل عملية كشف وعملية تحقيق وعملية فحوصات لجميع الموظفين. يعني مثلا على سبيل المثال، هل موظف ساب شغله قبل كده؟ هل موظف انفصل قبل كده؟ فبناء على عملية التحري او عملية الكشف او عملية التحقيق او عملية الفحص، انا بعرف هل الموظف ده ملائم للوظيفة اللي انا طالبها ولا مش ملائم. فبند بند رقم 6.1 بند التحري في الضوابط الخاصة بالأفراد يعتبر ضابط كاشف. كمان عندي في الضابط رقم 6.2 شروط وأحكام التوظيف. دلوقتي لازم يحصل أو المعيار بيلزمنا إن لازم يبقى في اتفاق بين الشركة وبين الموظف. ودلوقتي الالتزام ده او شروط واحكام التوظيف بيقول ان لازم نكتب اتفاق بيننا كشركة وبين الموظف، يحدد مسؤولياته، يحدد صلاحياته، يحدد دوره، يحدد الراتب اللي هيقبضه قد ايه. فهنا شروط واحكام التوظيف يعتبر ضابط مانع. ليه ضابط مانع؟ لان المعيار بيلزمك ان انت لازم تكتب اتفاق بينك وبين الموظف اللي انت رشحته لوظيفة ما داخل الشركة. كمان عندنا في الضابط رقم 6.3 التوعية والتعليم والتدريب بأمن المعلومات. والتوعية والتعليم والتدريب بأمن المعلومات يعتبر ضابط مانع وضابط مصحح. ليه ضابط مانع وضابط مصحح؟ ضابط مانع لأن لما بعمل عملية توعية وتعليم للموظفين داخل الشركة عشان أمنعهم إن هم يقعوا في مخاطر أو أي مخاطر ممكن تواجه الشركة، فأنا بعمل عملية توعية وتعليم للموظفين عشان أمنعهم من الوقوع في أي مخاطر. كمان التوعية والتعليم والتدريب ضابط مصحح. ليه ضابط مصحح؟ لو بالفعل موظف عندي وقع في خطر وأثر على الشركة، فأنا بوعيه وأدربه عشان أصحح مفاهيمه عن المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الشركة. على سبيل المثال عملية التصيد الاحتيالي أو عملية الفيشنج، ممكن جميع الموظفين داخل الشركة ممكن يعرضوا لعمليات تصيد احتيالي، فأنا بعمل لهم عملية توعية وتدريب وتعليم بحيث ان انا امنعهم من وقوع في خطر زي التصيد الاحتيالي. ولو عندي موظف بالفعل وقع في خطر تصيد احتيالي، اعمل عملية تصحيحية ليه من خلال التدريب ان هو انا اعرفه المخاطر
السيبرانية متمثلة في التصعيد الاحتيالي، وبعد كده التصحيح ده هيمنعه ان هو يقع في الخطر ده مرة تانية. عندي كمان في يبقى الضابط رقم 6.3 التوعية والتعليم والتدريب يعتبر ضابط مانع وضابط مصحح. كمان عندي في البند رقم 6.4 العملية التأديبية. دلوقتي لو أنا عندي موظف بعد ما علمته ودربته ووعيته لسه بيكرر نفس الأخطاء ونفس المخاطر اللي بيقع فيها كل مرة، فأنا بعرض الموظف لعملية تأديبية، بحيث إن هي تقول له تلزمه العمليه التاديبيه بعد التحقيق معاه، وبعد مثلا لو انا قلت له هيحصل عليك جزا ان انا اخصم من المرتب بتاعك، فلو انت ما امتثلتش العمليه التاديبيه هتزيد وممكن افصلك من الشركه خالص. فالعمليه التاديبيه الهدف منها المنع والتصحيح. المنع ان انا والله بقول لك لو انت ما امتثلتش والتزمت بمعيار اداره امن المعلومات انا هعرضك لعمليه تاديبيه. والعملية التأديبية كمان الغرض منها التصحيح، ممكن لما أعرض الموظف عندي لعملية تأديبية يتصحح له الوضع وما يكررش إن هو يوقع الشركة في مخاطر ليها علاقة بنظام إدارة أمن المعلومات. يبقى العملية التأديبية يعتبر ضابط مانع وضابط مصحح. عندي كمان في الضابط رقم 6.5 المسؤوليات بعد إنهاء أو تغيير الوظيفة. دلوقتي لو أنا عندي موظف انتهى وظيفته داخل الشركة، طبعا اي موظف بيبقى ليه صلاحيات معينه داخل الشركه، بيبقى ليه دور وليه مسؤوليات وبيبقى معاه اصول خاصه في الشركه. فانا دلوقتي عليا كشركه مسؤوليات ان انا الغي صلاحياته، بالاضافه لكده لو معاه اصول يرجعها. طب لو هو ما رجعهاش اضطر امشي معاه بطرق قانونيه عشان ارجع الاصول الخاصه بالشركه. يبقى المسؤوليات بعد انهاء او تغيير وظيفه يعتبر ضابط تصحيحي، انا عايز اصحح الوضع الى ما قبل دخول الموظف ده الشركه. يبقى المسؤوليات بعد انهاء او تغيير الوظيفه يعتبر ضابط تصحيحي، انا عايز اصحح الوضع، عايز اصحح الوضع الى ما قبل دخول الموظف ده الشركه، ولو معاه اصول يرجعها ولو ليه صلاحيات نلغيها. فالضابط رقم 6.5 يعتبر ضابط تصحيحي. دلوقتي كمان معانا الضابط رقم 6.6 الاتفاقيات السرية وعدم الإفشاء، ويعتبر ضابط مانع. دلوقتي أنا بحدد اتفاقيات سرية أو عدم إفشاء علشان تعكس احتياجات المنظمة لحماية المعلومات داخل الشركة، ولازم أوثق الاتفاقيات دي وراجعها بانتظام. فيعتبر اتفاقيات السرية أو عدم الإفشاء يعتبر ضابط مانع، بيمنع عدم إفشاء المعلومات الخاصة بالمنظمة. فالاتفاقيات السرية أو عدم الإفشاء يعتبر ضابط مانع. كمان الضابط رقم 6.7 العمل عن بعد، والعمل عن بعد يعتبر ضابط تصحيحي. ليه ضابط تصحيحي؟ دلوقتي كان مثلا على سبيل المثال أزمة كورونا سنة 2020-21، كان قبل أزمة كورونا كانت الشركات شغالة بدوام كامل، يعني ما كانش عندها في سياستها نوع من انواع العمل عن بعد لان ما كانش فيه مخاطر او مشاكل. بعد أزمة كورونا الشركات انتهجت نهج العمل عن بعد أو صححت سياستها، بحيث إن هي لو الشركات أو ال يعني العالم اتعرض لأزمة زي أزمة كورونا على سبيل المثال، أو حتى أزمات مثلا حروب، يعني مثلا لو في شركات مقرها أو مكانها مكان بيحصل فيه حروب، فلازم الشركات بتنتهج نهج العمل عن بعد. ولكن نهج العمل عن بعد في تحديث ايزو 27001 لعام 22 كان بسبب ازمه كورونا. ازمه كورونا لما حصلت الشركات انتهجت نهج العمل عن بعد بحيث ان هو ما ياثرش على استمراريه الاعمال. ولكن في السياسه بتاعت ايزو 27001 لعام 2013 و2018 كانت سياسه دوام كامل، يعني ما كانش فيه عمل عن بعد. ولكن على العمل عن بعد يعتبر ضابط تصحيحي، انا صححت الوضع بحيث ان لو حصل اي خلل او اي خطر، سواء خطر خارجي او خطر عالمي او خطر هيأثر على استمرارية الاعمال، انتهج نهج العمل عن بعد. فالعمل عن بعد يعتبر ضابط تصحيحي، انا بصحح الوضع. في شركات حاليا بتنتهج نهج العمل عن بعد اونلاين من البيت بشكل تام وفي شركات تانية بتتعامل بنهج الهايبرد، يعني دوام جزء من الأيام من الشركة وجزء من الأيام من البيت أو العمل عن بعد. يبقى العمل عن بعد يعتبر ضابط تصحيحي.
كمان معانا في البند رقم 6-8 البلاغ عن أحداث أمن المعلومات، وبدام أنا بعمل عملية إبلاغ يعني أنا بعمل عملية منع. ما هو عملية الإبلاغ دي أنا لما أبلغ مثلا مديري والله يا مدير حصل مشكلة ما، فأنا ببلغك، فالهدف منها إن أنا أمنعها إن هي تتفاقم. يعني لو في مشكلة فأنا أبلغ المدير بحيث إن هو يقدر ياخد الإجراءات السريعة لحل المشكلة، وبالتالي عشان لما ابلغ ما تتفاقمش المشكله. ما هو انا لو انا ما بلغتش ولو في مثلا خطر بسيط ممكن مع الوقت يكبر لو انا ما بلغتش عنه، فانا لازم اعمل عمليه ابلاغ عن اي حدث او اي حوادث ليها علاقه بنظام اداره امن المعلومات. والهدف من الابلاغ هو منع تفاقم المشكله او منع تفاقم الخطر. وكده احنا خلصنا الثمان ضوابط اللي ليها علاقه بالافراد، ودلوقتي هندخل على الضوابط الماديه وعددها 14 ضابط. اول ضابط معانا محيط الامن المادي. وضوابط الماديه يعني ايه حاجه ماديه؟ الماديه يعني حاجه ملموسه ومحسوسه، حاجه ملموسه ومحسوسه. فاول حاجه معانا البند رقم 7-1 محيط الامن المادي. دلوقتي انا لازم احمي المناطق اللي بتحتوي على معلومات وغيرها من الاصول اللي ليها علاقة بالشركة. دلوقتي انا في اماكن بيبقى محطوط فيها مثلا على سبيل المثال مكان السيرفرات بيبقى ليه مكان مخصص، لازم احمي المكان ده سواء بالكاميرات سواء عن طريق مصادقة متعددة العوامل. عشان تدخل المكان ده لازم أن تعدي بمراحل متحقق متعدد العوامل. فمحيط الامن المادي يعتبر ضابط مانع، انك لان المعيار بيلزمك ان انت تحط شروط عشان توصل لمناطق ليها علاقة بالمعلومات او بالاصول الخاصة بالشركة. فدلوقتي انا عايز امنع عدم الدخول المصرح به، يعني شخص غير مرحب به او غير مصرح ليه الوصول للمعلومات اللي موجودة في مكان ما. فانا دلوقتي لازم امنعه عن طريق ان انا مثلا اركب كاميرات مراقبه. عن طريق كاميرات المراقبه هشوف هل الشخص ده ليه صلاحيه وصول ولا ملوش صلاحيه وصول. لو ملوش صلاحيه وصول امنعه من الوصول. وكمان علشان يدخل لو شخص مثلا عايز يوصل لأوضة السيرفرات أو غرفة السيرفرات دي لازم يعدي بمراحل تحققية متعددة. يبقى محيط الأمن المادي الضابط رقم 7-1 هنا يعتبر ضابط مانع. كمان معايا في الضابط رقم 7-2 الدخول المادي. ودخول المادي يعني دخول الأفراد والأجهزة أو المعدات إلى مكان العمل. وهنا في الدخول المادي بيقول لك إن أنت لازم تحمي المناطق بواسطة ضوابط للدخول. فهنا الدخول المادي برضه يعتبر ضابط مانع، لأن هنا المعيار بيلزمني إن أنا لازم أتحكم في الوصول المادي. فالدخول المادي هنا يعتبر ضابط مانع، لأن لازم أحط حماية كافية للأماكن اللي بتتواجد عليها الأصول والمعلومات الخاصة بالشركة. فالدخول المادي يعتبر ضابط مانع. بعد كده معانا الضابط رقم 7-3 تأمين المكاتب. دلوقتي المكاتب والأقسام اللي بيتم من خلالها أداء الوظيفة أو أداء الشغل بكل بساطة لازم تتأمن، ولازم أخد لها إجراءات تأمين. فبدام أنا بأمن المكاتب يعني أنا بحمي المكاتب، يعني أنا بمنع أي خطر ممكن يقع على الأقسام أو المكاتب الخاصة بالموظفين داخل الشركة. فتأمين المكاتب هنا بكل بساطة يعتبر ضابط مانع. أنا بمنع أي خطر ممكن يقع على المكاتب أو أماكن العمل الخاصة بالموظفين داخل الشركة. فتأمين المكاتب يعتبر ضابط مانع. كمان معايا الضابط رقم 7-4 مراقبة الأمن المادي. وقلنا المرة اللي فاتت إن في كلام أول ما نشوفه نعرف هل هو ضابط مانع ولا كاشف ولا مصحح. يعني على سبيل المثال كلمة تأمين يعني الهدف منها المنع، أنا بحمي يعني بأمن. أنا ليه بأمن؟ عشان أمنع أي خطر. طيب في الضابط رقم 7-4 مراقبة الأمن المادي، مادام بعمل عملية مراقبة يبقى بعمل عملية كشف. أنا ليه براقب؟ عشان أكشف. كاميرات المراقبة بتعمل إيه؟ بتكشف. فمراقبة الأمن المادي يعني مراقبة أماكن العمل،
بحيث ان انا اتحكم في الوصول المادي. فمراقبة الامن المادي بكل بساطة يعتبر ضابط كاشف. هدف مراقبة الامن المادي عن طريق كاميرات المراقبة بالمناسبة. طيب كاميرات المراقبة بتعمل ايه؟ بتكشف. فمراقبة الامن المادي يعتبر ضابط كاشف. كمان معايا في الضوابط المادية الحماية من التهديدات المادية والبيئية في الضابط رقم 7.5. وهنا مادام قلنا في كلمات أول ما نشوفها نعرف هو ضابط مانع ولا كاشف ولا مصحح. مادام أنا بعمل عملية حماية يبقى الهدف منها المنع، ومنع الشركة إن يحصل عليها أي مخاطر، سواء تهديدات مادية أو تهديدات بيئية. والتهديدات البيئية زي الكوارث الطبيعية، زلازل، براكين، أعاصير. وبرضو التهديدات البيئية زي مثلا برضو التهديدات مادية ممكن زي الحروب، زي الكوارث الاقتصادية. فدي تعتبر تهديدات مادية. البيئية زي ما قلنا زي أعاصير، زلازل، براكين، دي تعتبر تهديدات بيئية. فأنا لازم أحمي الشركة او مقر الشركه من تهديدات لها علاقه بالماديه او تهديدات بيئيه. فمادام بعمل عمليه حمايه يبقى الضابط رقم 7.5 ضابط مانع. كمان في الضابط رقم 7.6 العمل في المناطق الامنه. بكل بساطه ده يعتبر ضابط مانع، لان المعيار بيلزمك ان انت تضع الشركه بتاعتك في مكان امن. يعني ما ينفعش اروح اختار مكان فيه حروب واقول انا هبني الشركه. يعني على سبيل المثال اوكرانيا وروسيا بيحاربوا بعض، ما ينفعش اقول والله انا هبني الشركه بتاعتي في مكان الحرب. طيب ما انت هتؤثر على الشركه وهتؤثر على استمراريه الاعمال وهتؤثر على الشركه ككل. فهنا بكل بساطه المعيار بيلزمك ان انت تصمم وتنفذ ضوابط امنيه للعمل كشركه في اماكن امنه. يعني انت النهارده لو راجل صاحب شركة، اول حاجة بتعملها بتقول انا هختار مكان امن ابني الشركة فيه. فهنا المعيار يعني بيوفر لك وسيلة ان هو بيقول لك والله انت قبل ما تعمل اي او تصمم او تنفذ لازم تشوف منطقة آمنة تضع الشركة بتاعتك فيها، بحيث ان هي ما تأثرش على الشركة. النهاردة لو انا حطيت او بنيت الشركة بتاعتي في مكان فيه مخاطر، فيه حروب، فيه صراعات، فيه مشاكل هتؤثر على الشركة. فهنا المعيار بيقول لك والله قبل ما تاخد اي اجراء لبناء شركة او لأي حاجة خاصة بالشركة لازم توفر الامن. فالعمل في المناطق الآمنة في الضابط رقم 7.6 يعتبر ضابط مانع. المعيار بيمنعك ان انت تروح في مكان فيه حروب وفيه صراعات وفيه مشاكل وتقول والله انا هبني الشركة هنا او هقيم الشركة هنا. كده هتأثر على الشركة ككل او على الخدمة اللي بتقدمها او على استمرارية الاعمال. زي ما قلنا قبل كده ان هدف المعايير اي معيار ممكن تتخيله في دماغك يجي في دماغك حاليا، الهدف منه عدم التأثير على استمرارية الأعمال. أنا كشركة أنا ليه بلتزم وامتثل؟ عشان ما أثرش على استمرارية الأعمال، ما أثرش على الخدمة اللي أنا بقدمها. فأنا دلوقتي لو أنا رحت لمكان فيه مشكلة أو مكان فيه حرب أو مكان فيه صراعات أو دولة فيها صراعات أو دولة فيها حروب وقلت أنا هبني الشركة هنا، طب بالطبيعي هتأثر على استمرارية الأعمال وهتأثر على الخدمة اللي أنت بتقدمها وهتأثر على على الشركة ككل. فهنا في الضابط رقم 7.6 العمل في المناطق الآمنة يعتبر ضابط مانع. بعد كده معانا في الضابط رقم 7.7 المكتب واضح والشاشة واضحة. وهنا انت بتحدد قواعد للمكتب من حيث ان انت المكتب ده بيضم مثلا سجلات ورقية ووسائط تخزين قابلة للإزالة. يعني بيقول لك بكل بساطة المعيار ما ينفعش تسيب أوراق مهمة أو سجلات ورقية مهمة أو أي وسائط قابلة للإزالة، وسائط تخزين قابلة للإزالة أو ممكن تتسرق زي الهارد ديسك مثلا. لو المكتب فيه هارد ديسك أو فيه سجلات ورقية ممكن تتسرق. فهنا في المعيار بيلزمك وبيمنعك ان انت لازم يحدد ليك قواعد للمكتب، سواء الحفاظ على السجلات الورقية او وسائط التخزين اللي ممكن تكون قابلة للإزالة. يعني مثلا ممكن انت تسيب المكتب بتاعك وحد يغفلك ويدخل المكتب ويقوم ماسح فايلات او يمسح الهارد ديسك او يمسح اي معلومات
على الجهاز. فهنا المعيار بيلزمك ان انت لازم يحدد ليك قواعد ان انت والله لو سبت المكتب لازم تقفل مكتبك، ولازم تحافظ على المعلومات الخاصة بالمكتب بتاعك او بالوظيفة او بأداء عملك. فالمكتب واضح والشاشة واضحة بكل بساطة يعتبر ضابط مانع. كمان معانا في الضابط رقم 7-8 تحديد مواقع المعدات وحمايتها. هنا مادام قلنا في كلمات اول ما نشوفها نعرف ان هو ضابط مانع. دلوقتي هنا بيقول لك المعيار ان انت لازم تحط او تضع المعدات بتاعتك في مواقع آمنة ومحمية. فبكل بساطة ده يعتبر ضابط مانع، لأن المعيار بيلزمك إن أنت تحط مثلا على سبيل المثال السيرفرات الخاصة بالمعلومات وخاصة بقواعد البيانات في أماكن آمنة، وإن أنت تبقى عارف مواقعها وواخد الإجراءات لحماية المواقع الخاصة بالمعدات أو بالأجهزة أو بالمعلومات. فتحديد مواقع المعدات وحمايتها يعتبر ضابط مانع. ليه مانع؟ لأن المعيار بيلزمك إن أنت تتخذ إجراءات الحماية الكافية لحماية المعدات داخل الشركة وخارج الشركة. كمان معانا في الضابط رقم 7-9 أمن الأصول خارج المباني. وهنا المعيار بيلزمك إن أنت زي ما أنا قلت لحضراتكم دلوقتي إن أنت لازم تحمي الأصول الخاصة بالشركة خارج المبنى الخاص بالشركة. وعلى سبيل المثال أنا دلوقتي قلنا في العمل عن بعد إن في موظفين بيشتغلوا بدوام الهايبرد، يعني الجزء من الشركة وجزء من المنزل. دلوقتي هم بياخدوا أصول خاصة بالشركة، زي مثلا جهاز اللابتوب. الشركة مسلمة أجهزة لابتوب، وأجهزة اللابتوب عليها معلومات خاصة بالشركة. فأنت دلوقتي المعيار بيلزمك إن أنت تاخد إجراءات الحماية الكافية لحماية المعلومات اللي موجودة على الجهاز اللابتوب، وإنك تحمي برضو اللابتوب لأنه جزء من أصول الشركة. يبقى دلوقتي احنا عندنا جزئين مهمين في أمن الأصول خارج المباني. اول حاجه دلوقتي اصول خارج المباني زي ايه؟ زي دلوقتي لو انا شغال بدوام الهايبرد، يعني جزء من الشركه وجزء من البيت. دلوقتي انا معايا اصول خاصه بالشركه، يعني أنا لو انا شغال في الشركه معايا اصول خاصه بالشركه زي جهاز لابتوب، وعلى جهاز اللابتوب دي اصول معلوماتيه زي معلومات خاصه بالشركه. فدلوقتي لو حصل اي خلل على جهاز اللابتوب ده ان هو يتسرق او ضاع مني مثلا، فانا دلوقتي لازم اخد اجراءات الحماية الكافية ان انا احمي المعلومات واحمي جهازي اللي معايا اللي هو جزء من اصول الشركة من السرقة او الفقدان. فامن الاصول خارج المباني هنا بكل بساطة يعتبر ضابط مانع، لان المعيار بيلزمك ان انت تاخد اجراءات السلامة الكافية لحماية الأصول الخاصة بالشركة خارج مبنى الشركة. كمان معانا في الضابط رقم 17 وسائط التخزين. وهنا بكل بساطة بيقول لك إن أنت لازم تعمل إدارة لوسائط التخزين من حيث الصيانة، ومن حيث إن لو أنت مش محتاج وسائط التخزين إن أنت والله تتلفها بالطرق المعتمدة داخل سياسة الشركة. دلوقتي على سبيل المثال في وسائط تخزين داخل الشركة، ممكن تكون وسائط التخزين دي هارد ديسك، ممكن تكون سجلات ورقية، دي برضو تعتبر وسائط تخزين. فأنا دلوقتي بكل بساطة لازم أعديها على دورة حياة كاملة. إن مثلا لو الهارد ديسك ده فيه مشكلة ممكن اعمل له عملية صيانة بحيث ان هو يرجع للعمل مرة اخرى. طيب خلاص انا خدت معاه اجراءات الصيانة وما ينفعش ان هو يتصلح تاني او يتصين مرة تانية، فلازم اخد معاه اجراءات التخلص منه والتلف، ان انا اتلفه. يبقى بكل بساطة لازم في وسائط التخزين اعدي على اي وسيط التخزين او اي وسائط تخزين بدورة حياة كاملة. ان دلوقتي لو ال مثلا على سبيل المثال الهارد ديسك ده عليه معلومات خاصة بالشركة وحصل خلل فيه ان هو ما بقاش يشتغل، فبكل بساطة انا بشوف ان انا اعمل عملية صيانة للهارد ديسك ده. طيب انا جيت اعمل عملية الصيانة وما ينفعش ان هو يتصين، فاخد معاه اجراءات التخلص منه وان انا اتلفه. فوسائط التخزين هنا المعيار بيلزمك ان انت تاخد اجراءات كافية لحماية الهارد ديسك ده
تحميه ازاي؟ ان انت والله تحاول ترجعه للوظيفه، ترجعه للشغل مره تانية. ازاي؟ ان انت تعمل له عمليه صيانه، وان انت برضو تصحح الوضع. لما تعمل له عمليه صيانه يعني انت هترجعه للعمل مره اخرى، فانت صححت الوضع. طب لو انا دلوقتي بحاول اعمل له عمليه صيانه وما نفعش، ما نفعش عمليه الصيانه، بتخلص منه، يعني انا بمنع استخدامه مره اخرى. فوسائط التخزين يعتبر ضابط مانع وضابط تصحيح. دلوقتي في الضابط رقم 711 المرافق الداعمة. والمرافق الداعمة اتكلمنا عنها قبل كده ان دي تعتبر اصول مساعدة. انا عندي جزء من اصول الشركة اسمها الاصول الداعمة او الاصول المساعدة، زي الانترنت والكهرباء. الانترنت والكهرباء اصول مساعدة، هي اصول خاصه بالشركه بالمناسبه، وتعتبر اصول مساعده. لو حصل اي خلل على الانترنت او الكهرباء هيؤثر على استمراريه الاعمال، لان احنا من خلال الانترنت بنخزن ونعالج وننقل المعلومات. فبالطبع لو حدث اي خلل في الانترنت هيؤثر على استمراريه الاعمال، مش هنقدر نقدم الخدمه، مش هنقدر نأدي وظيفتنا بصوره طبيعيه. كمان لو حصل أي خلل في الكهرباء، وإحنا قلنا إن الكهرباء أصول مساعدة، كذلك لو حصل أي خلل في الكهرباء هيؤثر على استمرارية الأعمال. تخيل كده أنت كشركة وحصل انقطاع في التيار الكهربائي، هل هتقدر تأدي وظيفتك؟ أكيد لا. هل هتقدر تنقل أو تعالج أو تخزن أي معلومات؟ أكيد لا. فالمرافق الداعمة هنا المعيار بيلزمك إن أنت تاخد وضع تصحيحي عشان تصحح أي خطر ممكن يجي من الاصول المساعده زي الانترنت والكهرباء. طيب لو حصل مثلا ان الكابل اللي داخل الشركه بيغذي الشركه بالانترنت حصل له انقطاع، هنا المعيار بيلزمك ان انت تاخد اطر بديله، ان انت تتعامل مع الموقف بسرعه وباجراءات سريعه بحيث ان انت ما تاثرش على استمراريه الاعمال. يعني مثلا لو الكابل اتقطع ممكن تشوف انترنت هوائي او انترنت عن طريق القمر الصناعي بحيث ان انت ما تاثرش على سير الاعمال. كمان لو حصل انقطاع في الكهرباء ان انت تاخد اجراءات بديله زي ان انت ممكن تجيب مولدات كهربائيه بحيث ان انت ما تاثرش على استمراريه الاعمال. فالمرافق الداعمه دي الاصول المساعده، والاصول المساعده هي اصول خاصه بالشركه زي الانترنت والكهرباء. يعني في ناس ده داخل شركات عموما لما بيجي يعمل انفنتوري للاصول او بيجي يعمل عمليه حصر للاصول يعد كل الاصول اللي داخل الشركه ويجي عند الاصول المساعده وما يذكرهاش. طب ما بتذكرهاش ليه؟ ما هي اصول مساعده، من غيرها هتؤثر على استمراريه الاعمال. طب ايه الاصول المساعده او المرافق الداعمه اللي ذكرها معيار اداره امن المعلومات؟ المرافق الداعمه اللي ذكرها المعيار الانترنت والكهرباء. وهنا بكل بساطة إن لو حصل أي خلل على الأصول المساعدة هيؤثر على استمرارية الأعمال. وتاني وبعيد وبكرر للمرة الألف، الهدف من المعايير، يعني شركة ايزو، ممكن ندي مثال، ايزو او منظمة ايزو اسف، عندها 25,000 معيار، عندها في الاندستري، في البيئة، في الصناعة، في الزراعة، في الذكاء الاصطناعي، في الأمن السيبراني، في شتى مجالات العمل في العالم، عندها 25,000 معيار. 25,000 معيار. مثلا بي سي اي دي اس اس عندنا 4 فيرجن. مثلا ايه تاني؟ جي دي بي ار اللي هو جنرال داتا بروتكشن ريجوليشن. يعني جميع المعايير اللي في العالم الهدف منها عدم التأثير على استمرارية الأعمال. أي معيار تتخيله، ان سي اي سي سي سنة 2016، اي معيار في العالم الهدف منه عدم التاثير على استمراريه الاعمال. فالمرافق الداعمه اللي ذكرها معيار ايزو 27001 بكل بساطه دول المرافق الداعمه، يعني الاصول الداعمه اللي من خلالها بيتم استمراريه الاعمال او من خلالها بيتم تقديم الخدمه. والمرافق الداعمه قلنا زي الاصول المساعده زي الانترنت والكهرباء. ولو حصل خلل على الانترنت او الكهرباء هيؤثر على استمراريه الاعمال. النهارده تخيل كده، لو حصل انقطاع في التيار الكهربائي هل كشركه هتقدر تقوم بواجبها او بوظيفتها على ان هي تقدم خدمات؟ لا، مش هتقدر. يبقى المعيار هنا بيلزمك ان انت تبقى واخد اطر بديله ومستعد ان ممكن يحصل خلل في الانقطاع الكهربائي، فانت تبقى مجهز نفسك بالسيناريوهات الأسوأ، ان انت تتخذ اجراءات بديلة زي ان انت تجهز مولدات
مولدات خاصة بالشركة. وكذلك لو حصل انقطاع في الكابل اللي مغذي الشركة بالإنترنت، لازم تاخد إجراءات بديلة، زي إن أنت تجهز نفسك إن أنت تشتغل على الإنترنت الهوائي أو الإنترنت الخاص بالقمر الصناعي اللي بيقدمه إيلون ماسك. فالمرافق الداعمة يعتبر ضابط تصحيحي. أنا ليه دلوقتي هاخد إجراءات بديلة؟ عشان أصحح الوضع، عشان ما يؤثرش على استمرارية الأعمال. معانا كمان في الضابط رقم 7 12 تأمين التوصيلات، وده اللي أنا لسه بتكلم عنه دلوقتي. في كابل أو كابلات بتحمل الطاقة أو بتحمل البيانات، من خلالها بيتم تقديم الخدمة. يعني مثلا الشركات بيتم تقديم الخدمة عن طريق كابل وايرلس داخل الشركة، بنقدم من خلاله الخدمة، كابل الإنترنت يعني. طب لو حصل قطع في الكابل ده، اكيد هيؤثر على استمراريه الاعمال، مش هنقدر نقدم الخدمه. كذلك لو حصل انقطاع في الكابلات الخاصه بالتيار الكهربائي، برضه هتاثر على استمراريه الاعمال. فهنا المعيار بيلزمك ان انت لازم تاخد تامين وحمايه كافيه لحمايه الكابلات التي تحمل الطاقه او البيانات الداخله للشركه، سواء من القطع او الاعتراض او التشويش او التلف. فتامين التوصيلات يعتبر ضابط مانع. هنا انت بتعمل عملية تأمين، الهدف من التأمين الحماية، والحماية معناها المنع، منع اي مخاطر ممكن تقع على الشركة، سواء مخاطر من الأصول المساعدة زي الإنترنت أو الكهرباء، وتوفير البدائل. ما هو أنا دلوقتي مش لو على سبيل المثال الكابل اللي داخل الشركة الإنترنت حصل فيه قطع، هل مثلا هسيب الشركة كده وأقول والله هستنى لحد ما يتصلح؟ لا، لازم توفر البديل، تشوف انترنت هوائي، تتعامل بالانترنت الخاص بالقمر الصناعي، بتبقى موفر البدائل. فالمعيار هنا بيلزمك ان انت لازم تبقى مستعد للسيناريوهات الأسوأ، زي حدوث اي خلل او اي انقطاعات في التيار الكهربائي او في الانترنت. كمان معانا في الضابط رقم 713 صيانة المعدات. صيانة المعدات يعتبر ضابط تصحيحي. دلوقتي لو أنا عندي معدة باظت أو يعني مش شغالة، فأنا بعمل لها عملية تصحيح أو عملية صيانة، بحيث إن أنا أرجعها للعمل مرة أخرى. يعني أنا على سبيل المثال، وذكرت الموضوع ده في وسائط التخزين، إن أنا لو عندي هارد ديسك على سبيل المثال عليه معلومات مهمة، وهو الهارد ديسك ده مش شغال أو باظ أو حصل إن هو اتحرق أو جرى له أي حاجة، فانا بعمل له عمليه صيانه، بحاول اعمل له عمليه صيانه. لو رجع للشغل مره تانية او اشتغل، فخلاص تمام، انا كده عملت عمليه تصحيحيه ورجعته لاداء العمل. طب لو خلاص ما حاولت ان انا اصلحه وما عرفتش اصلحه، خلاص باخد اجراءات التخلص منه. هنا كذلك في البند ده، في البند رقم 713 صيانه المعدات، يعتبر ضابط تصحيحي. انا عايز اصحح الوضع. يعني انا دلوقتي عندي خطر له علاقه بمعده ماديه داخل الشركه، فانا دلوقتي هاخد اجراء ان انا احاول ان انا اعمل له عمليه صيانه، يعني اخد اجراء تصحيحي ان انا اصحح المعده او ارجعها للعمل مره اخرى. فصيانه المعدات يعتبر ضابط تصحيح. كمان معانا في الضابط رقم 714 التخلص الآمن من المعدات أو إعادة استخدامها. دلوقتي أنا لسه قايل على حتة الهارد ديسك اللي عليه معلومات خاصه بالشركه. لو انا دلوقتي بعمل له عمليه صيانه وما نفعش عمليه الصيانه، يعني ما عرفتش ارجعه لاداء عمله مره تانية، فانا باخد اجراءات التخلص منه. فمادام التخلص الامن هنا من المعدات او اعاده استخدامها، التخلص الامن يعني انا دلوقتي المعيار بيلزمني ان انا اخد اجراءات التخلص، يعني بيمنعني ان انا مثلا لو الهارد ديسك ده لو لقيته مش شغال ارميه في اي مكان. ما ينفعش ترميه في اي حته او تسيبه في اي مكان، لا، لازم تاخد اجراءات التخلص السليمه والاجراءات المعتمده من داخل الشركه طبقا لسياسه اداره امن المعلومات في التخلص الامن من المعده او اعاده استخدامها. يعني انت دلوقتي بتعمل اعاده استخدام، يعني انت بتعمل تصحيح للمعد. فالضابط رقم 714 التخلص الآمن من المعدات أو إعادة استخدامها يعتبر ضابط مانع وضابط مصح. إعادة استخدامها يعني أنت بتعمل له عملية صيانة، فمادام بتعمل عملية صيانة يعني أنت عايز ترجع المعدة للوظيفة أو إن هي تشتغل مرة أخرى أو تؤدي عملها مرة أخرى، فيعتبر تصحيح للوضع.
اما التخلص الامن، المعيار بيلزمك ان انت تاخد اجراءات السلامه للتخلص، او ان انت دلوقتي المعيار بيمنعك ان انت تتخلص مثلا من ال على سبيل المثال من وسائط التخزين الا بطرق مشروعه. ان انت تعدي بطرق مشروعه، ان انت مثلا تكلم، لو الهارد ديسك على سبيل المثال، تكلم القسم المختص بالتخلص من المعدات اللي ملهاش اي دلوقتي اي لازمه داخل الشركه، وهي تقول لك والله ايه الاطر المتبعه او الاجراءات اللي المفروض تنفذها عشان تتخلص من وسائط التخزين على سبيل المثال اللي انت كشركه مش محتاجها. فالتخلص الآمن من المعدات أو إعادة استخدامها ده يعتبر ضابط مانع وضابط تصحيح. ندخل في الضوابط التكنولوجية ولا نسيبها للمرة الجاية ونشرح معاها تطبيق على المعيار؟ جماعة. جماعة